ايه هي اهدافك بعد التخرج؟ وازاي هتوصل لاهدافك دي؟ انا بدأت شغل، اشتغلت على طول بعد ما اتخرجت. في البداية خالص اشتغلت في حاجة انا ما كانش ليها فيا خالص وما جربتهاش قبل كده، بس نجحت ان انا جربت وتعلمت لحد ما دلوقتي ناجحة في شغلي. ناوي ان انا اشتغل جوه مجالي وان انا اطور من نفسي اكتر واكتر لحد ما اوصل يعني لحاجه انا ابقى راضيه عنها. انا حابه ان انا افتح مكتب محاماه يعني في مجال شغلي اكتر. انا بحب المحاماه. احلامي ان انا كنت اطور من نفسي، يعني ان انا اكبر من نفسي، اوصل لمكانه اعلى شويه، اعرف اتعامل مع الناس ازاي. الاول ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس واحده واحده، نجاحي ان انا وصلت لحد اعلى شويه، فده النجاح بالنسبه لي. حابه اني اشتغل في شركه ادويه وفي القسم اللي انا حباه جدا اللي هو معمل الميكرو حسب تخصصي، وبحقق ده بان انا بنزل تدريبات كتير قوي في كليتي. انت يعني في اداب قسم تاريخ، فلازم بتفكر تشتغل. عايز تشتغل مثلا في مدرسه مدرس، عايز تشتغل مثلا في مكتبه اسكندريه، في كذا هدف. وانت بعد ما بتخلص على طول بترسم الاهداف وتشوف هتوصل لفين في الاخر. طبعا بص، انا اول ما اتخرجت كنت تايه فتره كبيره، مش عارف اخد انه كارير امشي فيه، لحد ما استقريت خلاص انا هعمل ايه. قعدت فتره شغال سيلز. طبعا انا كنتش حابب اصلا ان انا اشتغل كده، بس ابتديت ان انا احبها بسبب ان هي دخلت لي فلوس كتير. بس ده ما كانش حلمي اللي انا كنت اشتغل مدرس. اخدت دبلومه. لقيت ربنا بعت لي مدرسه سان جبريل. طبعا المدرسه حلوه جدا، فانا اصلا ما قدمتش ولا اي حاجه. انا بعد ما عملت الدبلومه وحطيتها وعملت سي في كويس وكل دوت، طبعا انا كنت شغال دروس طبعا ايام الكليه وكده، وطول فتره الشركه. بس ما كنتش بقدم في مدارس لحد ما لقيت ربنا هو بعتها لي لوحدها كده بس، وابتديت ان انا احط رجلي على حاجه انا بحبها فعلا عشان اعرف اشتغل. هي الاهداف كتير، يعني الحياه او طريق الحياه من ساعه ما دخلنا ابتدائي والاحلام بتكبر وبتتكرر، فاكيد الاهداف كتير، ويوم ما بتحقق هدف بتبقى فرحان جدا. بس اوعى تنسى ربنا مع اول خطوه نجاح، علشان ده اللي هيكمل معاك الطريق اكيد. هخلص وان شاء الله يعني هشتغل هنا شويه، وبعد كده اسافر بره، يعني هشتغل في الكارير بتاعي اللي هو مهندس مساحه، واطلع بقى على يعني اسافر بره واكمل الشغل هناك. ايه رأيك في فكرة النجاح السريع من خلال السوشيال ميديا؟ مش شايفة ان هو نجاح قوي، لان هي حاجة مؤقتة، ما ملهاش دخل ثابت او مش هتكمل معايا مدى الحياة يعني. مش كلهم ناجحين ومش كلهم ان هو نجاح مزيف، يعني في ناس بتطلع فعلا تقدم حاجه كويسه، فده بيبقى فعلا لو وصلوا لحاجه كويسه بيبقى نجاح ليهم واللي قدامهم برضو بيفيدهم. هو حسب الرساله اللي بيوصلها، حسب رساله الشخص اللي هو بيوصلها. في منهم بيوصلوا رساله للناس وفي منهم ما بيوصلوش اصلا. لا مش حلو طبعا، انا مش بقتنع بيه لسبب من ضمن الاسباب ان كل هدفهم بس ان هم بيتشهروا عشان خاطر ياخدوا الفلوس، لكن مش عشان نجاح اصلا. هم ما بيعملوش حاجه فيها توصل لنجاح. في منهم ناجحين جدا وفي منهم بيحاولوا يقلدوا، زي مثلا اللي بيحاولوا يدونا روتينات، اللي بيحاولوا يعلمونا حاجات زي الباوربوينت او اي حاجه حلوه، دول ناجحين جدا. اللي بيحاولوا كمان في السوشيال ميديا يعملوا وزنتهم او موهبتهم اللي هي التمثيل او عزف او صوت، كل دول ناجحين قوي. بس في ناس تانية بتحاول تقلد عشان تكسب بس. مبدئيا كده السوشيال ميديا فيها حاجات كويسه فيها حاجات وحشه، ومعظمها بتبقى حاجات وحشه الايام دي بالذات. موضوع البلوجرز ده بقى قصه تانية. مثلا على حسب كرم ربنا، ده اول حاجه، لو ربنا كرمك بالبلوجرز بس يكون حاجه هادفه مش اي حاجه وخلاص. يعني انت الايام دي شايف ناس كتير قوي بتطلع بيقول كلمتين يجيب فيوهات بالملايين ويكسب فلوس. حاجه لا ما اعتبرش نجاح عشان هو مش بيعمل حاجه هادفه، ده حاجه اي كلام، ولا هو متعلم ولا دارس ولا عمل اي حاجه في حياته، طلع بس قال كلمتين الناس اتفاعلت معاه لايكات فيو خلاص كسب كده، هو بالنسبه له هو ناجح. بص بصراحه من رايي انا الناس اللي عملت كده فهم ناجحين جدا. انا بصراحه يعني علشان هم هو كان حلمهم او هدفهم الفلوس، يعني هو بيعمل كده على اساس الفلوس، هو قدر يحقق دوت وقدر يجيب منه فلوس، فانا بالنسبه لي ان ده شخص ناجح جدا.
بصراحه. هو السوشيال ميديا الفترة دي هي أصلا يعني المكسب رهيب، وكله شايف اشمعنى مثلا أي بلوجر أو أي حد يكون معاه عربيات أو فيلل. بس عم أعتقد إن السوشيال ميديا في حد ذاتها يعني حاجة كويسة، بس اللي يستخدمها صح. ولو يوم من الأيام نجحت، وطبعا ده برضك محتاج الاستمرارية، يعني محدش بيعمل فيديو حقق مليون من أول مرة، يعني الاستمرارية في النشاط ده برضك مجهود. فده كويس جدا لو نجحت في السوشيال ميديا، حاجه مش كويسه، بس يكون حاجه بتفيد الناس، ومش اي حاجه مخله او اي حاجه انك تجيب مشاهدات وخلاص. السوشيال ميديا انت لازم تكون برضو انت بتتفرج على السوشيال ميديا، انت عايز السوشيال ميديا دي انت عايز تنجح من خلالها ولا عايز تنجح فيها؟ تفرق. من خلالها يبقى انت هتبتدي تعمل سكوب كده على او تعمل فوكس على حاجات معينة، دي اللي انا همشي عليها. زي مين مثلا ممكن تقدر يكون واقعي وتحسه ويحسك، ولما تسمعه تحس فعلا الراجل ده جرب؟ ناس كتير بقى، ابراهيم الفقي، صلاح ابو المجد، ناس كتير قوي من اللي هم دلوقتي بقوا مشاهير جدا وليهم فعلا كلمة مؤثرة. وفي شخصيتي انا بالذات صلاح ابو المجد ده انا عمري ما يعني هنسى كلامه، اللي انا في بدايه مجالي وبدايه كاريري وبدايه اللي انا عايز اعمله كان ليه كلام فعلا واقعي، وفعلا لما جربت لقيته فعلا كل اللي قاله ده مظبوط 100%. فحته السوشيال ميديا انت هتنجح من خلالها يبقى تتفرج على ناس فعلا تسبورت ليك. طب لما الناس اللي هتسبورت ليا دي بقى ازاي هقدر اخد منهم اللي انا عايزه؟ بالمتابعه وكلامهم. لو هم بيتكلموا عن مجال مثلا معين، واحد شبه صلاح المجد ده بيتكلم عن الماركتنج والسيلز والكلام ده كله، انت مش شرط الكلام اللي بيقوله ده تطبقه على الماركتنج والسيلز والكلام، لا 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 لا، انت بتاخد الكلام ده كله بتطبقه على المجال اللي انت فيه، وفعلا بتلاقيه حقيقي وواقعي جدا 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 جدا. من وجهة نظر انا الناس دي ناجحه، يعني ما دام هم حطوا هدف في دماغهم وهم عايزين ينجحوا في حته معينه فهم نجحوا. بس النجاح ده ممكن ما يكملش، يعني ممكن فجأة ما يلاقيش محتوى والكلام ده، فهيقعد مش هيلاقي حاجة يعملها. وفي نجاح تاني بقى، الناس اللي هي بتتعب وبتاخد كورسات وبتطور من نفسها، ده النجاح اللي هيكمل. فده أكيد ده أحسن من ده بيعمل. في نجاح سلبي ونجاح إيجابي، يعني أوقات الواحد بينجح بحاجة كويسة جدا بيعملها، وأوقات بيبقى نجاح سلبي بيبقى حاجة وحشة هو عملها اتشهر يعني نجح ان هو يتشهر او ياخد الشهرة اللي هو عاوزها، بس ملهاش لازمة يعني.